مش بسامح نفسي على الماضي خالص. طول الوقت حاسس بعجز وتأنيب ضمير وبلوم نفسي وبجلد ذاتي. مش عارف انسى الماضي، بيلاحقني في كل مكان. نفسي ادمر النسخة القديمة مني، عايزة اتخلص منها بأي شكل. مش عايزة اقابل حد من الماضي، ومش عايزة اشوف اي حد بيفكرني بنفسي زمان. لو انت الشخص اللي طول الوقت بيحاول يهرب من الماضي بتاعه وبيمسحه باستيكة عشان هو مش عايز نفسه يفتكر نفسه في الماضي، ومش عايز يشوف النسخة القديمة بتاعته زي ما احنا قلنا، افتكر حاجة وافتكر جملة مهمة قوي: ما تحاسبش نفسك على اللي فات بخبرة النهاردة. اللي انت شايفه النهاردة ده اللي انت شفته بعد ما خدت تجارب ومريت بيها وفهمت وعرفت وجالك وعي. فلما تيجي النهاردة وانت واقف في المحطة دي تبص ورا وتحاسب نفسك على اللي حصل قبل كده، فانت شخص ظالم وقاسي وغير رحيم تماما بنفسك. لان انت شخص اخذ البكالوريوس بيحاسب نفسه على الاعدادية اللي ما جابش فيها نتيجة كويسة. هو شاف وهو في البكالوريوس الخبرة والفهم والعلم. ازاي تحاسب نفسك وانت في الاعدادية على حاجات ما كنتش عارف تفهمها ولا كنت عارف تشوفها؟ من الرحمة ان احنا ما نبصش على نفسنا ورا، ونبدأ نحاسب نفسنا باللي احنا شايفينه النهاردة. بالاضافة ان اللي انت عملته في الوقت ده كان احسن حاجة انت عارفها، وده افضل اختيار ليك. ازاي بتحاسب نفسك على قد خبرتك اللي كنت فاهمها، على قد علمك بتحاسب نفسك على اللي انت عملته واللي هو كان احسن حاجة عندك. ده اللي انت كنت فاهمه، وده ده اللي انت كنت شايفه. مش معنى ان الناس مش شايفين ده او بيحاسبوك بده، مش معناه ان انت تحاسب نفسك بده. بالاضافة ان الماضي ده هو بيشكل خبرة كبيرة جدا 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 علشان تختار المستقبل بشكل احسن. في جملة حلوة قوي بحبها: كلنا هنغلط وهنفضل نغلط، بس اللقطة انك لما هتغلط ما تكررش الغلطة، اغلط غلطة جديدة. اعمل حسابك ان اللي حصل حصل، وان ده كان احسن اختيار عندك. لكن القصة انا هغلط تاني وهفضل اغلط، بس هغلط غلطة جديدة، والغلطة القديمة دي هتعلمها على قد ما اقدر. واعرف ان غلطاتك بتفضل تتكرر هياها لما ما تكونش فهمت الدرس والحكمة اللي المفروض تكون فهمتها. ابدأوا السنة الجديدة برحمة بنفسكم، ابدأوا السنة الجديدة بعفو، وفي نفس الوقت اتعلم من اللي فات. جمع كل الدروس اللي ممكن تكون اتعلمتها من كل الوقت اللي فات وسجلها، وابدأ شوف لو النمط بيتكرر بيك تتعلم ايه، تغير ايه، طريقة تفكيرك، طريقة تعاملك مع الأمور، نظرتك، إحساسك. شوف ايه اللي اتغير. نظامك الطاقي وإحساسك بيتجدد بناء على طريقة تفكيرك ومشاعرك وسلوكياتك. لو نفس الأنماط والحاجات بتتكرر عليك ونفس الأغلاط، انت لسه ما خدتش الخبرة من الماضي، عشان كده مش عارف تسامحه. يا إما محتفظ بيه علشان تفضل تكمل في نفس النمط لأن انت مش بتحب التغيير، يا إما انت مش قاري ان النمط بيتكرر وبيتعاد عليك، وانك لسه ما فهمتش الدرس اللي المفروض تكون فهمته والمفروض تكون اتعلمت منه. انتبه للماضي، سامحه، اتقبل نفسك واعرف ان دي كانت احسن صورة عندك، وفي نفس الوقت خد كل الخبرات الايجابية اللي تقدر تحتفظ بيها وتعلمها، واسمح للماضي يمشي ويرحل في سلام وامان، وخليك رحيم وتعلم عايز تكرر اللي جاي ازاي. وافهم ان نمطك الطاقي وقدرتك وحالك كله بيتجدد بناء على طبيعة افكارك. لو افكارك في الماضي ما كانتش خدماك، قرر تغيرها وما توهبهاش التصديق. ونشوفكم على خير. السلام عليكم.